السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أنا الدكتور بلال الأسعد، أخصائي جراحة عظمية. راح أتكلم اليوم عن موضوع هام، هو أذية هامة من أذيات الركبة، هو تمزق الرباط المتصالب الأمامي، اللي هو بصراحة أذية شائعة عند الأخوة الرياضيين اللي بيمارسوا رياضة كرة القدم. طبعا بهالأيام عم نشوفه أكثر من غير أيام بسبب توجه الناس للرياضة. المريض بيشكي من عدم ثبات الركبة ناجمة عن رد ركبي أثناء الرياضة. بيراجع العيادة بالفحص طبعا السريري والقصة المرضية، ممكن نعرف إنه المريض عنده عدم ثبات للركبة. بنسوي اختبارات الركبة الخاصة، ممكن نعمل صورة أشعة، ممكن نعمل صورة رنين مغناطيسي إذا ما كان كتير واضح عندنا. بعد ما نتيقن بشكل جيد من الفحص السريري، ممكن نقرر إجراء عمل جراحي تنظير لمفصل الركبة لاستقصاء أذيات الركبة بشكل كامل. ممكن نلاقي تمزقات غضاريف، ممكن نلاقي تمزق في الغضروف في الرباط المتصالب الأمامي أو في الرباط المتصالب الخلفي أو حتى في الرباطين أو حتى في الأربطة الجانبية. علاج هذه الإصابات يتم عن طريق العمل الجراحي أو إجراء عمل جراحي بالطريق المفتوح أو بالطريق الجراحة التنظيرية. طبعا الطريق المفتوح هو شق جراحي كبير، أخذ طعم من المريض نفسه، طعم وتري، وزرعه بأنفاق في الزنبوب وفي الفخذ لكسب ثبات الركبة. طبعا يتطلب زمن ربما يكون أكثر، يتطلب شق جراحي كبير، يتطلب استشفاء أكثر في المشفى. ميزة الجراحة التنظيرية بأنه ممكن نعمل العمل الجراحي بشقوق صغيرة، ناخذ منها الطعوم الوتري ونثبت الطعوم الوتري داخل الركبة عن طريق التنظير الضوئي. بإمكاننا نشتغل رباط متصالب أمامي في جلسة واحدة، وممكن نشتغل رباط متصالب أمامي ورباط متصالب الخلفي إذا كان المريض عنده أذيات ركبة متعددة. بفضل الله عز وجل بسبب وجود الأدوات الحديثة استطعنا أنه نجري عدة عمليات جراحية لتصنيع الرباط المتصالب الأمامي بشكل مستقل، والأمامي والخلفي كمان بشكل مستقل، وحتى تصنيع 3 أربطة في جلسة واحدة بالمنظار الضوئي. ميزة الجراحة التنظيرية بأنه الشقوق صغيرة، المريض يشكو من ألم قليل جدا بعد العمل الجراحي، ربما يحتاج إلى تسكين ألم خفيف. تثبيت الركبة بعد العمل الجراحي، ثباتية الركبة بتكون نتائجها جيدة أفضل من الفتح الجراحي. العلاج الفيزيائي والتأهيل الفيزيائي بعد العمل الجراحي يكون قليل جدا أو بسيط جدا بالنسبة للفتح بالمقارنة مع الفتح الجراحي. طبعا في سؤال بيسأله المريض قبل العمل الجراحي: ايش نوع البراغي اللي ممكن نستعملها في تثبيت الطعم الوتري؟ طبعا هناك أدوات تثبيت قديمة وحديثة. سابقا كان هناك ما يسمى كروس بين، هو عبارة عن برغي بيدخل في الركبة وبيتم التفاف الطعم حواليه وتثبيت الجزء الآخر من الطعم ببرغي اسمه البرغي الممتص أو البراغي الانترفيرنس أو البراغي البينية اللي بتضغط الطعم على العظم أو على الأنفاق العظمية. أنواع البراغي: في عنا البراغي المعدني الستانلس ستيل، في عنا البراغي من معدن التيتانيوم وهي براغي من النوع الجيد كمان، وفي عنا براغي ممتصة شفوفة على الأشعة ما بتظهر على الأشعة، بيو انترفيرنس سكرو. هاي الأحدث شيء تقريبا موجود بالنسبة للبراغي، بتدوب لحالها في الجسم بعد ما تقضي فترة التثبيت اللازمة خلال 6 أشهر أو أكثر. في عنا كمان تكنيك جديد عم نستعمله الآن، هو الاندوبوتوم، بيوفر حتى من زمن العمل الجراحي كثير. إذا كان العمل الجراحي ممكن يطول 1.5 ساعة، ممكن يطول في ساعة أو 3-4 ساعات لإنهاء العمل الجراحي. تقنية جيدة ومتوفرة حاليا، تم العمل بها في المنطقة بعدة مرات. راح أتكلم على نصائح هامة راح أقولها للمرضى وخصوصا مرضى تصانيع الأربطة الرياضيين. أنه نجاح العمل الجراحي بيعتمد على عدة أمور. رقم 1 هو التشخيص الجيد، رقم 2 استعمال تكنيك جيد للعمل الجراحي، رقم 3 هو متابعة المريض للطبيب بشكل جيد. النصيحة الختامية اللي بحب دائما أكد عليها لكل المرضى اللي بنشتغلهم تصنيع أربطة، بأنه الرجوع إلى الملعب يجب أن يكون بعد 6 أشهر من بداية العمل الجراحي حتى نهاية المعالجة الفيزيائي. يعني الفترة التي يحصل فيها شفاء الرباط ونمو العضلات بشكل جيد بالمعالجة الفيزيائية تحتاج 6 أشهر. أتمنى الشفاء لجميع المرضى إن شاء الله.